في ناس في حياتنا كل حاجة بتيجي معاهم بسرعة، تلاقيه اتخرج بسرعة واشتغل بسرعة واتجوز بسرعة وبقى معاه فلوس بسرعة، وانت كل حاجة بتجيلك في حياتك متأخرة، تتخرج متأخر وتشتغل متأخر، ويفضل السؤال الوحيد اللي مأثر عليك: ليه يا رب كل حاجة بتجيلي متأخر؟ والحقيقة اللي انت لازم تصدقها ان ربنا بيأخرك عشان يحميك، بيأخرك عشان يجهزك. في حاجات كانت هتيجي في ايدك بدري كانت هتبقى بتدمر حياتك، ما كانتش هتبقى مناسبة للفترة العمرية اللي انت موجود فيها، لا مناسبة لطاقتك ولا لأدواتك ولا لاحتياجاتك. وفي حاجات هتجيلك بدري هتكسرك لانك ما كنتش قوي بزيادة تحافظ عليها، كانت هتروح منك وما كنتش هتعرف تدافع عنها. وفي حاجات بتيجي للبني ادم في وقت مش مناسب، انت ساعات بتقول الوقت ده هو المناسب، الوقت اللي انا فيه ده احسن وقت، بس انت ما انتش شايف تحت رجليك. واما بترجع تبص لسنوات في حياتك ورا بتكتشف ان اكتر وقت كنت فاكر ان انت اقوى بني ادم انت كنت هش وانت ما انتش واخد بالك. فكل حاجه بتحصل لك بميعاد ربنا كاتبه، وكل تاخير ربنا مأخره هو مأخره الخير، وكل حاجه ربنا هو شايلها لك وعينها لك، هو شايلها وعينها للوقت اللي هتقدر تحافظ عليه. وكل حاجه بتمر عليك في حياتك ممكن تكون مش عاجباك النهارده، هي بتقويك لحاجه تانية جايه بكره هتبقى احسن، بس محتاجه بني ادم يبقى قوي. اوعى في يوم من الايام تقول ربنا اخرني، قول ربنا حماني، ربنا سندني، ربنا قواني، ربنا جهزني عشان ما اتكسرش، ربنا حافظ عليا قدام حاجات كتير قوي ما كانتش هتبقى مناسبه ليا. وكل ما يعدي عليك وقت الشيطان يضحك عليك ويتكلم على المشاعر اللي جواك ويطلع مشاعر سلبيه، قول الحمد لله يا رب في كل منع وعطاء، الحمد لله يا رب على كل لحظه جهزتني فيها، الحمد لله يا رب على كل حاجه اخرتني عنها جت في الوقت المناسب كنت قدها، الحمد لله يا رب. وانا من جوايا على يقين ان ترتيب ربنا ليك هو اعظم ترتيب، ودي اكتر حاجه تخليك مبسوط وسعيد.